هتلاقي نفسك صاحيه بقى من النوم كده، مش عايزه اقول لك على السهوله، هتطلعي وتحمري، تطلعي تدخلي الفرن. حاجه سهله قوي 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 لمحبي يا اولاد الراحه في رمضان. تفريزات الفراخ يا جماعه كلكم مستنيينها، كلكم طلبتوها مني، الحمد والشكر لك يا رب. الفراخ رخصت شويه يا جماعه، نحمد ربنا. عملنا لكم كوردون بلو، شيش طاووق، كفتة فراخ بالجبن وفراخ بانيه، وهقول لكم ازاي نفرزهم وازاي لما نطلعهم نستخدمهم، عشان الحاجات دي مهمه جدا جدا. يلا بقى اوريكم نفرزهم ازاي. دلوقتي بقى يا جماعه انا عملت لكم الحاجات دي بناء على طلبكم لما سالتكم طبعا، عشان بس ما حدش يخش ويقول لي انت عامله فراخ يا نهله، الفراخ غاليه يا نهله، الفراخ رخصت غليت. انا يا جماعه مش انا اللي بحط الاسعار. المهم يعني انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان انا عملت لكم الطرق دي، هتسهل عليكم جدا جدا بجد، هتشكروني عليها. فعلا طعمها حلو وبساطه وسهوله. ومش عايزه اقول لك بقى انا على فكره استخدمت منهم، يعني بما اننا في شعبان مش في رمضان، سبحانه لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، انا مستخدمه منهم بعد ما تفرزوا طلعت واستخدمت، حلوين جدا. يلا ندخل بقى في الموضوع على طول. ده شيش يا جماعه للي ما يعرفش، عشان في دول تانية بتخش تقول لي يعني ايه الكلام ده. وراك الفراخ مخليه من العظم، انا لما جبتها فانا استنيت عليها كده لما جمدت شويه في الفريزر، يعني دخلتها الفريزر قد نص ساعه كده عشان اعرف اخرطها كويس واشيل منها اي دهنه او اي حاجه ملهاش لازمه، وتغسليها بالميه كويس جدا جدا، وبعدين تخرطيها زي ما انت شايفه كده. ونحضر التتبيله، احلى تتبيله ممكن تعمليها لكل كيلو واحده زبادي. الزبادي اللي هو في ناس بيسموه لبن، اليوجرت يا جماعه، عشان بس في دول ما تعرفش يعني ايه زبادي. عليها معلقتين مستردة، معلقتين كاتشب، واحده زبادي، ملح، فلفل اسود، بصل باودر، توم باودر، رشه من الجنزبيل، بابريكا مدخنه، تحطي كمان معلقتين من الصلصه. انا نسيت اقول لك حاجه مهمه جدا، معلقه من التوم، وترشي كمان عليهم معلقتين 3 من الزيت. طبعا كل التوابل اللي انا قلتها دي معلقه من كل حاجه. خلاص التوم ده مهم، التوم بالزبادي والصلصه والماسترد والكاتشب وكل التوابل دي مهمين جدا. المهم بقى ندخل دلوقتي على البانيه. انا جبت بصل مبشور حطيت عليه ملح وفلفل اسود، وطبعا انا كنت ضرباه في الكبه وشايلاه في الفريزر، وبعدين بقلب فيه الفراخ كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. ويا ريت تسيبيها حوالي نص ساعه، يعني ان ما كانش ساعه، بس انا بصراحه سبتها نص ساعه بس. هو المفروض تبقى من بالليل في التلاجة وتاني يوم اشتغل فيها تبقى روعه. طبعا نص ساعه ده كده في السريع. المهم ما كانش عندي غير بيضتين، يا نهار ابيض، يعني انا صاحيه وناويه وعاقده النيه لله ان انا اعمل ده كله، في الاخر ما الاقيش غير بيضتين، ده انا محتاج بيض كتير جدا. رحت مكمله يا ستي باللبن. المهم بقى حطيت البيض ولبن وملح وفلفل اسود، وبجيب بقسماط الغامق، لا خليكوا في الفاتح، بقسماط ابطان صاليه او الاثنين مع بعض. خلاص انا هجيبه، او لو عندك بقسماط ناعم هتجيبيه وتحطي عليه سمسم وحبه البركه. انا بس بقول لك لو انت يعني ما عندكيش من البقسماط ده او ما عندكيش كبه تفرمي. المهم فرمت الباتنساليه على البقسماط في الكبه، وبرده بحب ازودهم سمسم وحبه البركه حتى لو هم فيهم، علشان بجد بيعلي الطعم وبيخليه تحفه ويجنن. وانتوا اكيد متابعيني من 4 سنين انا بقول على الحاجات البسيطه دي، وفعلا فرقت مع ناس كتير قوي. المهم يا حلوين نحط بقى البقسماط زي ما انتم شايفين كده، وندوس كويس جدا جدا لغايه ما نتاكد من الناحيتين اكتر من مره. ادوس كده علشان ما تبقاش الطبقه خفيفه وتقع منك ولا حاجه، وما بحطش دقيق على فكره. ادي البانيه اهو خلصته. نبتدي بقى ندخل على المستند الثالث. كده خلصنا الشيش ودلوقتي خلصنا البانيه، وندخل بقى على الكوردون بلو. بصوا يا حلوين، فراخ بانيه عاديه رفيعه، لازم تدقدقيها، ده اول شرط في نجاحها، لازم باي حاجه. بصوا تحسوا ان انا قربت افرمها واقطعها من كتر الدقدقه، شايفين؟ وبعد كده برضو بصل مبشور وملح وفلفل اسود، دي اول نقطه معايا. وبرضو بسيبها، على فكره انا تبلت كله وركنته وبعد كده ابتديت اشتغل فيه، بس طبعا يعني انا بوريكم كده في السريع، يعني لازم برضو تسيبيها مش اقل من نص ساعه، دي اقل حاجه نص ساعه. الاحسن انك تجيبي الكلام ده وتحطيه من بالليل في الثلاجه، وتاني اليوم الصبح تبداي تشتغلي فيه، تسيبيه في البصل المبشور. يعني تجيبي بقى لانشون او سلامي او بسطرمه براحتك، وعشان بس ما حدش يقول لي ده مش صحي، انا يا جماعه بجيبه يعني مره في السنه. وجبت شادر وجبت فلفل رومي او سبايسي، او ما تحطيش فلفل خالص، ده مش اساسي يعني، انا بس بحب افتكس شويه يعني. خرطتهم خلاص وحضرت حاجتي. بجيب بقى ايه البانيه، بشيل منه البصل المبشور ده خالص كده زي ما انتم شايفين، اخدت منه كل اللي انا عاوزاه يعني والطعم وكله. وبعد كده بقى ايه، بنقي كل 2 قد بعض، يعني كل 2. طبعا الفراخ في اكبر في اصغر في الاحجام، بشوف ايه اللي قد بعض وبحطهم جنب بعض علشان اقفلهم على بعض. بحط بقى الحشوات بتاعتي، شادر، لانشون او سلامي او بسطرمه، فلفل او لا مش مهم، بتحطيهم فوق بعض. دي اول خطوه، يبقى انا دقدقتها اول خطوه.
سبتها في بصل تاني خطوه، في تالت خطوه بشوف الاثنين اللي قد بعض، ورابع خطوه بحشيها. دلوقتي بقى جبت الدقيق وحطيت الدقيق وبقفله كويس جدا جدا. مش لازم خالص تقفليه ولا تخيطيه ولا تحطي له اي حاجه فيها خشب. كل المراحل اللي هنعملها بعد كده كفيله جدا انها تعمل كفر يقفل عليها كويس جدا، تقعدي تدوسي كويس قوي كده في الدقيق. طيب انا دلوقتي عندي بقيه اللبن بالبيض اللي كان متبقي من البانيه، انا كملت شويه لبن عشان زي ما قلت لحضرتك البيض كان خلص، كان اخر بيضتين، وانا كنت مقرره ان انا هشتغل، وقلت لا مش لسه هبعت، انا عايزه اخلص الفيديو. حطيت ملح وفلفل اسود، ورحت ايه بقى، جبت طبعا الكوردون بلو زي ما انت شايفه كبيره، فانا هعمل ايه، هخرطها زي ما انت شايفه كده، بس طبعا مش هسيب دي فاضيه، لازم برضو الزقها بالدقيق عشان تبقى زي بقيه اخواتها ملزوقه في الدقيق. المهم يا ستي بقى خرطت كله وكده كله في الدقيق. هنعمل ايه بعد كده؟ الخطوه اللي جايه هحط بقى البقسماط اللي انا طحنته، برده بقسماط وباتنساليه او بقسماط بس او باتنساليه بس، وحطيت سمسم وحبه البركه وضربته عندي في الكبه، او يكون عندك بقسماط ناعم براحتك، بس برده يا ريت يكون عندك سمسم وحبه البركه من ضمن العطاره، مهم قوي. المهم حطيت بقى في بقيه البيض باللبن ده، وبعدين حطيت على البقسماط وتدوسي كويس جدا، يبقى طبقه الدقيق مع طبقه البيض باللبن مع طبقه او بيض بس مع طبقه البقسماط، وتدوسي كويس جدا جدا. خلاص انت كده قفلتي عليها. لو حمرتيها ما تقلقيش تماما، مفيش حاجه جبنه هتخرج منها ولا اي حاجه. يبقى احنا كده خلصنا المستند الثالث. ندخل بقى على كفته الفراخ، ودي المحببه جدا ليا بصراحه. انا بجيب الصدور الكامله، واكيد طبعا فيكي تشتري فراخ اوريدي مفرومه اذا حضرتك ما عندكيش كبه يعني. هتجيبي الفراخ وتخرطيها الاول وبعدين تفرميها في الكبه، وبعد كده هتكون جاهزه معاكي طبعا بعد ما غسلناها كويس، غسلتها بالميه كويس جدا جدا وبس كده. المهم حطيت بقى ايه لكل كيلو من الفراخ؟ بصلايه، معلقتين كبار من الفيجيتار انا بجيبه سايب من عند العطار، معلقه كبيره من بصل باودر، توم باودر، رشه بسيطه من الجنزبيل، ملح وفلفل اكيد، ومعلقتين من الزيت، وبعدين بعجنها كويس جدا جدا. برضو هتتزيد تاني عشان حسيتها ايه معجنه شويه، انا عايزاها ايه ناعمه كده. وبعدين عملتها كور، الكور دي كبيره زي ما انت شايفه. بصي يا ستي الكيلو عمل معايا كام كفتايه، بس على فكره انا بعد كده برضو هقسم الكفتايه لاتنين، دول 8 كور اهم زي ما انتم شايفين، بس دول هيتحولوا ل 16 كفتايه. المهم يا ستي جبت كيس كده فردتها زي ما انت شايفه علشان انا حابه ان انا احشيها. عندي موتزاريلا او شيدر او صوابع موتزاريلا او جبنه رومي مبشوره، اي جبنه عندك تخليها بايدك كده، تصبعيها بايدك كانك هتعملي كفته، او لو عندك صوابع مثلا يكون يستحسن يعني. انا بس بشتغل بالموجوده عندي في الفريزر. وبعدين على الكيس كده وتروحي لفاها. خلاص يا ستي احنا كده قفلناها. بس طبعا انا حسيت انها ضخمه، لان طبعا الواحد ما بياكلش دي بس، جنبها حاجه تاني بتبقى زي ابيتايزر، فانا بعد كده هقسمها. المهم يا ستي انا فردتها على الكيس كده، وحطيت زي ما انت شايفه كده، كان عندي موتزاريلا بس مش صوابع، كانت عاديه، فرحت عاملاها زي الصباع الكفته كده، ورحت حطاها ومقفله عليها بالكيس عشان تبقى ناعمه. تقفلي عليها كويس جدا كده، تتاكدي بس ان انت ايه تلفيها على الكيس عشان زي ما بقولك السطح الخارجي بتاعها يكون ناعم. انا ما عصرتش على فكره البصل، انا حطيته زي ما هو. طبعا لما قسمتها 2 بقى عشان حسيت ان كده الصباع هيبقى كبير قوي، هيبقوا بقى ايه 16 صباع كفته من كيلو الفراخ. او صدقوا اقول لكم على حاجه، ده كان كيلو الا ربع. انا افتكرت ده كيلو الا ربع يا جماعه عمل معايا الكفته دي كلها. تجيبي نص كوبايه لبن وتحطي عليها 3 معالق من الدقيق وتدمجيهم كويس جدا كده. لازم يكون معاكي القوام تقيل زي ما انت شايفه كده، واحط ملح وفلفل اسود. انا مش عايزاه خفيف، انا عايزاه تقيل ويمسك في الكفر. هطلعه منه على البقسماط. يبقى احنا حطينا نص كوبايه لبن عليها معلقتين او 3 من الدقيق، وتعملي ميكس كده لغايه ما تتاكدي بس ان قوامه تقيل شويه، وملح وفلفل اسود. وبعدين حطيتها في البقسماط اللي انا طحناه او البقسماط الناعم اللي عندك. وزي ما قلت لك يا ريت تحطي سمسم وحبه البركه اللي هم مش اساسيين بس فعلا بيفرقوا في الطعم جدا. خلصنا بقى تفريزاتنا. مش عايزه اقول لك الراحه اللي هترتاحيها قد ايه. بجيب اكياس كده بقص كده ده، بعدين باجي عند الحته اللي فوق دي واقصها كده اهو عشان يبقى مفروض كده معايا اهو. عملت كتير، عملت كميه تمام. هبتدي بقى اجيب الاطباق اللي عندي عشان اقول لكم هنعمل ايه. طبعا دلوقتي انا بس ايه هبتدي معاكم بالشيش، لكن انا في ملحوظه مهمه جدا عايزه اقولها بخصوص البانيه والكوردون بلو والكفته دي. عايزاكم لما تيجوا تعملوها فروزن وتطلعوها عشان تستخدموها، لازم يكون جنبك 3-4 معالق كده من البقسماط.
هتطلعي البانيه وتفكيه من بالليل، هتحطيه في التلاجة لان هو طالع من الفريزر فهيفك، ما تسيبيهوش بره التلاجة عشان الجو ممكن يكون يحرر في رمضان. دي حاجه. الحاجه التانيه لما يفك خالص وتيجي تستخدميه، لو نزلتيه في الزيت على طول البقسماط هيبقى مبلبل شويه كده. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ هتطلعي البانيه يا ستي وهتروحي رشه عليها رشه كده من البقسماط الفريش الناعم اللي جنبك او اللي احنا بنطحنه، رشه كده خفيفه بس كانك بتحطي ملح وفلفل مثلا، خلاص، وتروحي دايسه كده وتروحي محمره بعد لما يفك عشان يبقى كانه فريش ولسه عاملاه. وما تقلقيش تقولي مثلا كده بقسماط هيبقى كتير كده الطبقه هتبقى تخينه، لا انا بس بقول لك. وعلى فكره هو ممكن يتحمر عادي برده مفيش مشكله، هي الفكره بس ان انا مش عايزاه يشرب زيت كتير. بحاول اقسم الشيش مظبوط على الطبقين علشان كيلو ونص يتقسم على طبقين بالنسبه يعني حسب طبعا عدد افراد اسرتك. ممكن واحده ثانيه كيلو ونص يتقسم على 3 اطباق، فمش شرط ابدا. عايزه اقول على حاجه، طبعا انت دلوقتي مستغربه ان انا الشيش مش حاطاه في عصايات شيش، يعني ازاي انا هلا انا ما بعملوش في عصايات شيش، ما بحطلوش ليه بقى؟ ما بعمله في عصايات شيش واحط بصل وطماطم، الولاد ما بياكلوش البصل ولا الطماطم، طب وليه حرام؟ فانا بعمل ايه؟ بعمله صينيه بالبطاطس، بعمله صينيه من غير بطاطس حتى والصوص بيبقى فيها جميل كده بيتاكل مع الرز. فمش شرط، انت حابه تسيخيها في عصايات الشيش كنبه. اما بشتري فراخ بانيه او بشتري لحمه مفرومه او كده بروح حطهم في غساله الاطباق دي، او بغسلهم بميه سخنه وباي مسحوق مواعين وكده بستخدمهم تاني. فعشان كده تلاقيني بقفل بكياس لان انا مش شاريه علب مخصوص بالكفر بتاعها. لازم كل قطعتين او 3 حسب الطبق اللي عندك او حسب العلبه لازم بينهم كيس، خلاص، لغايه ما اخلص كل الكميه اللي عندي. يلا بقى يا حبايبي نحط اكياس، وما بين الاكياس طبعا حتى لو الطبق عندك ما تحطيش على الطبق على طول، تحطي كيس وبعدين تحطي الفراخ بتاعتك وطبقه تانية من بقيه الكيس والفراخ وهكذا. لازم طبقه الاكياس دي مهمه جدا، ما بحبش احط في علب علشان العلب اللي هي بكفر عشان ما يبقاش بس فوق بعضه ملزق، او لو علب بكفر برده لازم اكياس كده تقصقصي الكيس او تسيبيه وتقعدي تتني فيه كده زي ما انا عملت، تمام مفيش اي مشكله. المهم عندي عشان يبقى سهل جدا وانت بتفكيه هتلاقي نفسك بتشدي الاكياس كده هتلاقي الدنيا سهله وجميله جدا زي ما انت شايفه كده. بقى تقسميها حسب عدد افراد اسرتك، كل مواطن يا جماعه بياخد كفتايه زي الفل، لانك طبعا اكيد عامله جنبها مكرونه وسلطه وعصير فالدنيا تمام يعني كده حلو قوي. فتعملي حسابك وانتي بتعملي الاطباق كل فرد مثلا قطعتين بانيه، لان هياكل حاجات تانية مع شويه العصير يا جماعه وشويه النشويات هيبقى زي الفل يعني. فهتلاقيه بيرمي معاكي كتير. احنا بس عشان ما شاء الله ولا قوه الا بالله 6 افراد، فانا بتلاقيني عامله الاطباق فيها حاجات كتير شويه، لكن انت هيعمل معاكي اطباق اكتر بكتير. خلصنا تفريزات خلاص عملناها، هتنفعك في رمضان جدا جدا. اتمنى من ربنا اني ما اخلصهاش في شعبان واعمل تاني في رمضان، ماني متاكده ان ده اللي هيحصل، بس طبعا انتوا شطورين وهتعملوهم وتشيلوهم لرمضان. هتلاقي نفسك صاحيه بقى من النوم كده، مش عايزه اقول لك على السهوله، هتطلعي وتحمري، تطلعي تدخلي الفرن، حاجه سهله قوي 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 لمحبي يا اولاد الراحه في رمضان. عشان بس في ناس تخش تقول لي ايه المشكله ما نعمل في رمضان؟ يا حبيبتي كل واحد براحته، في ناس مش حابه تشتغل وهي صايمه وناس بتعرف تشتغل وهي صايمه، فطبعا كل واحد براحته اكيد. كل سنه وانتم طيبين، عايزاكم تجربوهم. ولايك لو عجبكم الفيديو، بحبكم جدا جدا، ما تنسونيش في كومنتاتكم الحلوه. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.